المرينيون هم سلالة أمازيغية من قبيلة زناتة حكمت المغرب بين 1269 و 1465 متراً خلفاً للموحدين. تأسست الدولة المرينية على يد عبد الحق بن محيو، لكنها بلغت أوج قوتها في عهد أبو الحسن المريني وأبو عنان فارس. تميزت دولتهم بالقوة العسكرية والتوسع الإقليمي وازدهار العمران والثقافة. سيطر المرينيون على جميع أراضي المغرب بعد سقوط الموحدين، وجعلوا فاس عاصمتهم التي ازدهرت بشكل كبير وأصبحت مركزاً علمياً وتجارياً. بنوا المدارس الكبرى مثل المدرسة البعنانية في فاس ومراكش، مما ساعد في تعزيز مكانتهم الثقافية والدينية. حاول المرينيون دعم المسلمين في الأندلس لمواجهة الممالك المسيحية. قادوا حملات عسكرية أهمها دعمهم لمملكة غرناطة ضد مملكة قشتالة. أبرز معاركهم في الأندلس كانت معركة طريف 1340 ميلادياً، حيث هزموا أمام تحالف قشتالة والبرتغال، مما أدى إلى تراجع نفوذهم في شبه الجزيرة الإيبيرية. وسع المرينيون سيطرتهم إلى أجزاء من الجزائر وتونس الحالية لفترات قصيرة، لكن هذه التوسعات لم تكن دائمة بسبب النزاعات الداخلية والضغوط الخارجية. معركة العبيد 1276 ميلادياً حين انتصر فيها المرينيون على الموحدين قرب مراكش، مما عزز سيطرتهم على المغرب. معركة طريف 1340 ميلادياً حين كانت من أكبر معارك المرينيين ضد المسيحيين في الأندلس. رغم الدعم الكبير الذي قدمه المرينيون مملكة غرناطة، هزموا في هذه المعركة، مما أنهى طموحاتهم في الأندلس. شهدت الدولة المرينية العديد من النزاعات بين أفراد الأسرة الحاكمة، مما أضعف الدولة وأدى إلى تدخل القوى الأجنبية. بعد وفاة السلطان أبو عنان فارس، بدأت الدولة تتدهور بسبب الانقسامات الداخلية وضعف السلطة المركزية. في أواخر القرن الخامس عشر، تمكن الوطاسيون، فرع من المرينيين، من السيطرة على السلطة، لكنهم لم يستطيعوا الحفاظ على قوة الدولة. شيدوا العديد من المعالم الشهيرة مثل المدارس، المساجد، والأسوار. ازدهرت العلوم والفنون في عهدهم، وأصبحت فاس مركزاً علمياً كبيراً. دعموا العلماء والمفكرين، وتركوا إرثاً كبيراً من المخطوطات والآثار. رغم تراجعهم السياسي، يظل المرينيون جزءاً مهماً من تاريخ المغرب، إذ ساهموا في تشكيل الهوية الثقافية والحضارية للمغرب.